المدير الفني لفريق الاهلي. اهلا بك يا حسام. اهلا وسهلا. كابتن حسام، الناس كانت كلها امال وانتم كلكم امال، وانا كنت شايف روح المعنويه كانت مرتفعه اخر يوم قبل المباراه. يعني ايه اللي حصل؟ اداء جيد، يعني حد لا احد منكم ايه اللي حصل دي؟ انت بتقول كانك في هناك مصيبه. ايه اللي حصل؟ لا يعني برضه الامال كانت معقوده برضه. الامال كانت معقوده وانتم كنتوا بتقولوا عايزين نفرح الناس. وانا شايف ان اللعيبه ما قصرتش طبعا، وفي نفس الوقت يمكن يعني سير المباراه لو قدرنا نستخدم الفرص اللي جات لنا كانت النتيجه هتبقى شكلها مختلف، لكن اللعيبه ما قصرتش. وهي دي كره القدم، ساعات بتحمل اكتر من فرصه ما توفقش ان انت تستخدمها بشكل كويس. لكن انا على الجانب الاخر لابد ان احنا نقول ان لعيبه النادي الاهلي عملت انجاز كبير جدا. مش عاوزين بقى كلمه امال واحس ان في كارثه حصلت، لان الكلام ده مش منطقي. قلنا ان احنا نصل الى هذه النقطه وهذه الدرجه. انا بحيي لعيبتي لان لابد ان انا انتهز هذه الفرصه، وبحيي لعيبه النادي الاهلي ان هي تبقى موجوده هنا وتبقى ضمن افضل 4 فرق. كان نفسنا طبعا في المركز الثالث، لكن هذه كرة القدم. بقول ما كانش في توفيق النهارده، كان هناك بعض الاخطاء، لكن على الجانب الاخر اعتقد كان في فرص. لا الاخطاء دي بتاع خاصه بيا، لا الاخطاء خاصه بيا انا، لان يعني مش عاوز احمل حد الاخطاء. لكن زي ما انا بقول كان في فرص كتيره النهارده لو استخدمناها كانت ممكن النتيجه تتغير، وبالتالي كان الترتيب اتغير. في النهايه بقول لعيبتي يعني انتوا رجاله واديتوا دوركم اجمل واجب، وهي دي كره القدم. كابتن حسام، هل انت كنت مقتنع بالتشكيله اللي كنت نازل بيها ولا كانت اضطراريه؟ لان احنا عارفين الظروف اللي انت مريت بيها في اخر يومين من اصابات ومن اجهاد ومن بالظبط الكلمه الثانيه اللي انت بتقول عليها دلوقتي. ممكن بعد المباراه اتكلم اقول عن حته الاجهاد، واكبر دليل على كده شكوى احمد فتحي بالعضله الضامه، شكوى وليد سليمان بالعضله الخلفيه. احمد قبل المباراه؟ لا اثناء المباراه. ووليد سليمان لو اشتكى قبل المباراه طبعا مش هشركه يعني، لكن اثناء المباراه شكوى فتحي بالعضله الضامه، وليد سليمان بالعضله الخلفيه. هناك بعض الاجهادات طبعا نتيجه ان انت برضه 3 مباريات في فتره زمنيه قليله طبعا. اكيد دي انا كنت حاطط في اعتباري ان هيبقى في اجهاد شويه واثرت على الاداء شويه، لكن انا بقول ان لعيبه النادي الاهلي برضه قدم بشكل مهم جدا النهارده. اي نعم زي ما كنا عاوزين بالظبط، لكن في فرص كتيره ضاعت، قدوا محدش قصر، وانا بشكرهم على المجهود وبشكرهم لوصولهم لهذه النقطه. واحنا بنشكركم على الاداء المشرف، وكنا نتمنى ان احنا يعني نوصل للثالث زي 2006. هارد لك كابتن. شكرا كابتن. اذا زميلي هشام، هذه يعني يمكن عوده